السلام عليكم حبيباتي، رجعت لكم اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفة تاع اليوم تهبل غادي نديرو واحد المقرون بطريقة بزاف جديدة وبطريقة بزاف شابة. تصلح للمشاريع ولا ديروها القهوة ولا المهم شوفوا طريقتها سهلة ويجيكم غير بالزيت، ما فيه لا دهن ما فيه لا سمن، المهم يجي يدوب في الفم والشكل تاعه يجيكم يهبل. تبعوا معايا لاغوصة حتى لتالي باش تشوفوا كيفاش درت. دابا كان غادي نعطيكم العبر اللي درتها اليوم. انا درت 4 كيسان تاع السميد لكم بسيطه. انا كيما شفتوا مانيش شريت تاع الميزان، خليت لكم كي كنت نعمر في الكيسان. هاني درت الكيس الاول، قلت لكم غادي نحط انايا 4 نتاع الكيسان. نتوما على حسب ما راكم باغيين ديروا الكونتيتي. غادي نعطيكم العبر هذا وانتوما ديروا كما درت انا. تقطع لكم شوفوا حتى قريب 2 كيلو ورطل نتاع المقرود من هذا اللي خدمت. دروك راني ندير في الكيس الرابع. علاش راني نمونطي معاكم بصح ماشي انا هذا الكيس الرابع. قلت لكم انا كنت جايبه كيلو تاع السميد المتوسط. هنا اش غادي نزيد عليه؟ غادي نحط عليه كيس الا ربع نتاع الفرينه. عندنا 4 كيسان تاع السميد اللي يكون متوسط مع كيس الا ربع نتاع الفرينه. زدت عليه هنا شويه نتاع الملح، ما تكثروش الملح. وغادي نحطو ثاني قسم مغرف صغيره خميره نتاع الخبز. هذا هو السر اللي يخلي المقرود تاعكم تاع الزيت يجيكم يذوب في الفم. قلت لكم مقرود تاع المشاريع. وما تنساوش ثاني بغيتو ديروا هكا مغرف صغيره نتاع السكر. هذا مكان في العجينه تاعكم. هنا تروحوا تجيبوا الزيت وكنعطيكم العبر تاع الزيت ثاني كيما شفتوا راني دايره كاس معمر نتاع زيت. كاس معمر باش نبسس بيه كاع حد المقادير على ضربه واحده. قلت لكم ما ديروا فيه لا مارغرين، ما غادي ديروا فيه حتى حاجه. غادي ديروا نتوما غير بالزيت وتبسوه كيما هكا بيديكم. تنجموا نتوما تشمخوه وتخلوه يبات ليله كامل. بصح لا، هو بالزيت بالخف يجيكم اطري. درت داك الزيت شيرات. هنا جبت كاس كيما شفتوا درته نص تاع ما كيما شفتوني وكملت بالمازهر. هنا الكاس غادي نكمله ومن بعد غادي نروح نجيب نص كاس تاع مازهر واحد اخر. راني نزيد في العجينه تاعي ونخليها تشرب. تشوفوا على حساب انا دات لي الكاس الاول كيما شفتوا راني درته كاع ونص كاس تاع المازهر خليت منه واحد شويه ماشي حاجه كبيره. بس قلت لكم انا قاعد نزيد لاخاطش علاه السميد قاعد غير يشرب. وكي تشمخوه بالمازهر يجيكم اطري المقرود تاعكم، ما يجيكمش يابس. شوفوا انا قاعد لين فيه. شوفوا هنا مازال خاصه كل ما ندير لكم ما لقاه شرب. نتوما كيما قلت لكم على حساب السميد راكم تخدموا به. دروك انا شدرت هنايا رحت غطيته. الوقت اللي رحت وجدت لافاس اللي غادي نديرها غادي نديرو شويه تاع الكاوكاو فيه هذا مكان. المهم شوفوا لافاس اللي غادي نديرها انايا في هذا الاخر تاع التمر انا كنت خدمته ديجا كان عندي مخدوم. دوك نفهمكم انا ما شوفوا انا ما درتلاش المارغرين. انا كنت درت له مغرف صغيره نتاع زيت وعجنتها بصح كنت مفورتها لاخاطش كان عندي التمر انا نورمال خدمت به اللي ناكلو هذاك نورمال خدمت به ووجدته. المهم من العجينه تاعنا شوفوا انا قرصتها على 3 تاع الكرات. دوك نفهمكم هنا باش تعرفوا العبر اللي غادي تخدموا به. دروك نتوما 3 تاع الكرات في هذا الكونتيتي اللي درتها انا. تروحوا تجيبوا ورق الطبخ وتحلوا العجينه تاعكم. والعجينه ما تحلوهاش غليظه، الا تحلوها رقيقه. السمك تاعها كيما شو كي نديروا العجينه تاع الصابلي رقيقه العجينه تاع الصابلي. دوك نوري لكم العجينه قداه حليتها. هي مهم باش يجيكم العبر نيشان. قلت لكم العجينه تاعكم ماذا بكم توزنوها. شوفوا هنا قاعد نسقم لها في الاطراف باش الخدمه تاعنا تجينا نقيه وتجينا متحوفه وما تجيناش فيها كيما حنا نقولوا هكا لي ديفو. شوفوا هنا حليت كاع العجينه ودرتها رقيقه كيما راكم تشوفوا. دوك نوريها لكم. شوفوا هنا شفتوها. جبت هنايا كميه نتاع التمر. انتم شوفوا في الاولى غادي ديروا 500 غرام نتاع تمر تاني تقسموها على 3. وهنا التمر اللي ما يكونش غليظ كيما العجينه، اللي يكون دائما ناقص عليها. في لاغوسه تاع هذا التمر اللي يكون هكا رولي لق دائما التمر كي تحلوه ما يكونش خشين كيما العجينه، لق دائما يكون ناقص عليها. هذا نهضروا عليه حنايا تاع المشاريع. راكم عارفين تاع المشاريع كاين صوالح تخدميهم باش يكون عندك فيه ربح. لاخاطش جات التمر غالي بس على درتي العبر تاع العجينه مع تاع التمر ما غاديش تخرجي فيه في الفائده. تسمى دائما تكوني ذكيه في الخدمه تاعك. يا تخدمي صيفرة كما قلت تخدمي بالنيه ماشي بالغش. بصح شو ولا كاين شي صوالح اللي تنقصي فيهم انت باش تكون عندك فايده فيهم. حنا التمر راه غالي يتسمى ما غاديش ديريه ما ديريش غليظ كيما العجينه، اللي ديريه ناقص على السمك تاع. شتوني دوك انا كي حليتها حطيت داك التمر هنا قاعد نشوف هذاك لي ديفو اللي كاينين كل حاجه نسقمها باش ما يجونيش كما قلت لكم فيها لي ديفو. شوفوا هنا عاوتاني سقمتهم. وهنايا التمر كي ديروه ليق ما يكونش نيشان مع العجينه، ليق يكون غير شويه خارج عليها.
شوفوا هنا انا قعدت نرولي فيها، نتوما سافوا العجينه تاعكم. هاد العجينه تاع المقروط قلت لكم تجيكم سهله في الخدمه تاعها، نتوما ما عليكم غير تسعفوها. واللي خاصها لي كوموند تتواصل معايا نخدم لها، باش انا خدمه بزاف هذا في لي كوموند تاعي. هنا الشكل هذاك الرولي تاعي وبلعته مليح من تحت، زيدوا رولوه شويه نتوما على حساب الحجم اللي راكم باغيينه. من بعد ديروا الشكل تاع البيراميد، شفتوا تضغطوا عليه من تحت. شوفوا هنا بعدا يطلع لكم الفوق، وهنايا تشكلوا البيراميد تاعكم باش يجيكم هكا مثلث. شوفوا هنا صاي فهمتوني في الطريقه هذه. هنا نغطيه ونوخر على جهه لو طول اللي غادي نخدم الحبه الزوجه. هنا كنت مصوره معكم بصح باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف انا قطعت منه. شوفوا هنا تاني شكلتها كاع، وتاني وين كاين وين نبلعوا العجينه تاعنا نسقموها مليح باش الشكل تاعها يجيكم شباب كي تقطعوا البيراميد تاعكم. هنا غطيتهم انايا بكيس بلاستيكي ونروح ندخلها في الفريجيدير، نخليها واحد نص ساعه قسم العجينه تاعنا تشد روحها باش نجمو نقطعوها. انا كيما شفتوني قعدت غير نسقم فيه باش الشكل قلت لكم تاع المثلث يجيني هذاك هو. وغطيت بكيس بلاستيكي، راه باقيت لي العجينه الثالثه مازال ما خدمتهاش. انا هنا صايخ كنت خليتها تجي فريجيدير، قلت لكم قاعده واحد نص ساعه حتى لساعه على حسب البرود اللي عندكم في الفريجيدير. المهم العجينه تاعكم باش تحكم روحها، باش كي تجيو تقطعوه يجيكم ساهل والشكل تاعه يجيكم حاكم روحها. شوفوا انا هنا قاعده نشكل فيه الشكل تاع الشيرات يجيكم يهبل هاد الطريقه. هنا غادي نقطعها كاع كيما هكا. الحبه الثالثه مازال ما خدمتهاش، راني عاد ما خدمتهاش كوراني قطعتها. ساعتكم نوريها لكم دروك كي غادي نخدمها ونقطعها تاني هي. هنا غادي تكملوا كاع الحبات الشيرات كاع اللي راهم عندكم تكملوهم دروك هكا باش تقطعوا على قطره واحده وتبداو تقلوا. ان شاء الله ما يبغي يريح. قلت لكم عندكم السر هو غير تخلوه في الفريجيدير يقعد قسمه تنجموا تقطعوا الحبات تاعكم وتشكلوهم. وكاين سر صغير تاني، نتوما لا شتو العجينه تاعكم بدات تطرى معاكم عاودوا حطوها في الفريجيدير لاخاطش عليه غادي يغبنكم باش تشكلوهم. ابار الا كيما قالك لا عندكم الخاطر. انا هنا العجينه ما غبنتنيش ما نكذبش عليكم، قعدت نقطع حتى وطرات بصح قعدت ندير هذاك البيراميد انا شكلها بيديا. قلت لكم انا نتوما لا شتو كيما قالك ما عندكمش هذاك الصبر تنجموا تردوها كل خطره للفريجيدير، ومن بعد تجوا تضغطوا عليها شويه هكا بيديكم باش تطبسوا الحبه تاعكم باش هذا الشكل يجيكم الشباب كيما هكا. شوفوا هنا شتو كاين نطبس فيهم انا بيديا. شوفوا انا دلوقتي درت المقله تاع الزيت، درت الزيت. شوفوا هنا الحبه تاعكم يبغوا يتغمسوا مليح في الزيت باش يتحمروا ويطيب لكم على ضربه واحده. شوفوا كيما نطيبوا المقروض العادي. شوفوا هنا كيما نطيبوا المقروض العادي نطيبوهم. هنا نجي نطيبه كاع كيما هكا. شوفوا هنا الشكل تاعه قلت لكم يجيكم يهبل هذا. كما قلت لكم السعر تاع البيع هذا ينباع من 40,000 حتى 45,000 للكيلو. صاي فهمتوني، من 40,000 قلت لكم حتى 45,000 لاخاطش على ياكلكم بزاف اتمر. المهم انا بغيت نديرها مشاريع ديرها، انا خدمتها بزاف الحمد لله يا ربي، ومازالني انا خدمه هذه المشاريع. اللهم رزقنا كما قال لك غير رزق الحلال ان شاء الله رزق طيب. شوفوا نحتاج دعواتكم هاد الايامات ما نكذبش عليكم، نحتاج دعواتكم وصاي. شوفوا هنا الشكل تاعها انا قعدت نقلي فيه ومام الطياب تاعها ما يشدلكمش بزاف الوقت، بالخف يوجد معاكم فيت في يكون واجد معاكم. شوفوا الشكل تاعها الله يبارك جا يهبل. هنا قلت لكم انا تكملوا كاع بعدا تكونوا دايرين ديجا زيت العسل تاعكم واللي تكونوا مخلطينها مع المازهر. ما ديروش العسل اللي تكون ثقيله بزاف، دائما تخلطوا معاها شويه تاع المازهر. مثلا عندكم كاس تاع عسل قابله ربع كاس تاع المازهر، هذه في كاس تاع عسل. صاي فهمتوني هكا المازهر. شوفوا المازهر يعاون العسل يخفه في نفس الوقت المقروض تاعكم يجيكم طري ما يجيكمش يابس. شوفوا انا غادي نكمل كاع الكونتيتي هذه اللي عندي عاد باش نبدا نديكوري. انا هنا غير نعسل والمخر من المقله ديريكتومون للتعسل. بالك تقولوا نخلوها لا من المقله يروح للتعسل تمتم. شوفوا يجيكم طري يهبل سيرتو من يكون جديد هذيك اليوم النهار الاول وديك نهار الزواج يجيكم طري يدوب في الفم. شوفوا الشكل تاعه الله يبارك، الشكل تاعه ولا اروع منه. انا كي كملت كاع المقروض تاعي هنا رحت رشيت له شويه نتاع الجنجلان في الطرف. هذا مكان الديكور تاعه هذا هو في الاطراف ولا تنجموا ديروا في الوسط ولا من الشكل تاعه يجيكم سهل ومشي سهل بسيط. هنا كنت دايره كيما هكا كنت دايره واحد اخر رولي. المهم نتوما سيوه وقولوا لي عطينا راي.